نركز مع بعض كده ونشوف مع بعض عيوب اير فراير سخاني زي ما انا ما جبته وقلتلكوا هقول لكم تجربتي فيه بكل امانه. مبدئيا كده انا كنت جايباه قبل رمضان اللي فات بحوالي شهر. ابتديت بقى اتفاجئ بالعيوب اللي فيه. يعني اول ما جبته بشهر او حوالي 40 يوم كده ابتديت بقى يظهر لي العيوب بتاعته. شايفين الشبكة اللي انا بطلعها من الدرج دي؟ الشبكة دي في البداية كان كل حاجة تمام، ما فيهاش اي مشكلة ولا اي حاجة ولا في منها اي شكوى. ابتدى بقى بعد ما قلتلكوا 40 يوم كده يكون في كده فقاقيع وبتبتدي ان هي تنطر، يعني فراغات تحصل هتشوفوها دلوقتي. الشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين النقط اللي هو متقشرة دي كده؟ طبعا هما دلوقتي كذا واحدة، لكن في البداية اول ما ظهر لي 2. قلت مش مهم طالما مش هيأثر، بس بصراحة طلع الموضوع ده أثر بشكل فظيع. اتضح بقى ان الشبكة اللي انتوا شايفينها كلها دي فيها خلل، يعني بس مش الفراغات اللي حصلت دي واتقشرت لوحدها، لأ، دي كلها بقى ابتدى ان هي فيها خلل ومش متصنعة كويس ومش مخدومة كويس في المصنع بتاعها، وبالتالي ده أدى ان جميع الأكل بقى يلزق فيها. حتى لو انا حاطة زيت، لو انا دهنة الأكل بزيت مفيش فايدة، بيلزق في الشبكة كلها. كل الشبكة جميعا الأكل بيلزق فيها، مش بس الفراغات دي عادي بسيطة، لا الشبكة كلها الأكل بيلزق فيها. وطبعا ده سوء تصنيع وواضح جدا ان هي مش مخدومة كويس في تصنيعها. اولا ليه بقول لكم كده؟ علشان اللي حصل ده حصل لوحده تماما، تماما لوحده. انا محافظة، طب انا بحب احافظ على الحاجة، ما بحبش يعني انا مش واحدة جاهلة همسك سلكة واعمل الحاجات دي بيها ابدا. ليه؟ لان انا فاهمة ان الكلام ده ما يتعملش بسلك، ولو انا كنت عاملاه بسلك هيظهر لكم الشبكة ان هي مختوشة اثار سلك ان انا دعكها بيها. انما شايفين الشبكة؟ علشان ده بيأثر على برضو الشبكة وكده، بقى كل الاسود ده هيروح خالص مش هيكون موجود. المهم المفروض ان الاير فراير ده ضمان سنة، فبعتلهم قالوا لي للأسف ان الدرج مش خارج الضمان، مش في الضمان خالص. قلت له تمام، هو خارج الضمان، بس في حاجات كده بتبقى استثنائية، اللي هو في حاجات عيب تصنيع ده بيبقى منكم انتوا، خاصة ان ده سوء تصنيع مش سوء استخدام ابدا، والا كان هيبقى واضح لكم ان اتعملت بسلكة وباظت واتدمرت. لا 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 نهائي. اول ما ابتدت تقشر كانت بالشكل ده بالظبط، كانت دي وواحدة كمان. بعد 40 يوم حصل اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا ابتدى بعدها على طول الاكل يلزق بشكل رهيب. المهم ان لو حد فيكم حصل له كده يعني في الشبكة بتاعته، تقدروا ان انتوا اقول لكم تعملوا ايه. عايزة بقى انصحكم، تقدروا ان انتوا تحطوا ورق زبدة عادي وتقصوه، او تجيبوا ورق الزبدة المخصص للاير فراير او السيليكون المخصص للاير فراير. ولحد دلوقتي بشوف لها السيليكون المخصص ليها اللي يبقى قدها ومش لاقيه خالص، كله صغير.